طيب الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الاهتمام بالتدريب التطبيقي للدفع بالتنمية. انجراف حوت نافق في وقيرو. مديرية أسمرة تشهد حملة التطعيم ضد داء الكلاب. موسكو تعلن تدريبات بالصواريخ النووية العابرة للقارات. الولايات المتحدة تحذر من رد فعل صيني مبالغ فيه بشأن رئيسة تايوان. وإغلاق برج إيفل، والحكومة الفرنسية تنشر تعزيزات أمنية بسبب الاحتجاجات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت مؤسسة القلال والمواشي منح الاهتمام الكبير لتطوير القدرات الفنية والمهنية للدفع بأعمال التنمية الجارية في مختلف مناطق إقليم القشبركة. وأوضح مسؤول إدارة الخدمات الفنية في المؤسسة السيد محمد عبد الله خلق الأرضية المناسبة للتدريب التطبيقي للشباب القادمين من مركز التدريب المهني والكليات والمدارس الفنية لتدعيم معرفتهم النظرية خاصة منذ عام 2009. وقال إن القدرات المكتسبة من التدريب المقدم تسهم لإنجاز الأعمال بكفاءة في مشاريع الزراعة ومزارع تربية الحيوان والمصانع والمعامل. وذكر الشباب أن فرص العمل المتاحة مكنتهم من تطوير الدراسة النظرية التي تلقوها بالعمل التطبيقي واكتساب مزيد من المهن والتعرف على التقنية والحداثة. انجرف حوت نافق يزن 18 كنتالا يوم 28 من مارس على شاطئ هاليباي بضاحية وقيرو في مديرية شعب. وأفاد عضو مكتب أبحاث الموارد والبيئة في وزارة الثروة البحرية السيد سمير عبد الوهاب أن الحوت المنجرف يبلغ طوله حوالي 7 أمتار وعرضه 2.6 سنتيمتر. وذكر أن الأبحاث التي أجريت للتعرف على صنفه وجدت بأنه من نوع برايدس ويل، ويطلق عليه سكان شواطئ البلاد اسم عام البحر. وأشار إلى أن الحوت قد يكون اصطدم بسفينة ما لحركة السفن الكثيفة في البحر الأحمر، أو يكون قد نفق بسبب المرض. وتواجه أنواع الحوت وهي من الثدييات خطر الانقراض، ويوجد في البحر الأحمر حوالي 16 نوعا منها. جرت في مديرية أسمرة حملة تطعيم ضد داء الكلاب من بداية شهر فبراير وحتى 27 من مارس. وقد جهزت وزارة الزراعة العقاقير والكادر البيطري لإنجاح حملة التطعيم، حيث تم تطعيم حوالي 4000 من الكلاب من عمر أكثر من 3 أشهر ومنح الكلاب المطعمة شهادات التطعيم. وأوضح مدير المركز البيطري في فيلاج السيد عند مسك الفقادو أن داء الكلاب التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان مرض خطير، مشيرا إلى أن الكلاب التي يشك بإصابتها بالمرض يتم حجرها في محجر عداق حمص وفحصها من 10 إلى 45 يوما، وعند ثبوت الإصابة تجري عملية التخلص منها. ودعا للعناية الجيدة بالكلاب التي تربى في المنزل، خاصة أن الكلاب التي تربيها الأطفال أضرارها أكبر من فوائدها. وحث لتطعيم الكلاب توخيا من داء الكلاب الذي يؤدي إلى الوفاة. تجدر الإشارة إلى أن حوالي 50,000 شخص يلقون مصرعهم بسبب داء الكلاب في العالم سنويا. تخرجت في 28 من مارس الجاري في مدينة مندفرة
راعيات أسر حصلن على تدريب مهني للنسيج امتدت لفترة 8 أشهر. وأوضحت مسؤولة الاقتصاد الاجتماعي في مكتب المرأة في الإقليم الجنوبي السيدة قدس مبرهة أن الدورة التدريبية المقدمة نظريا وتطبيقيا على الكفاءة الفنية للآلة الناسجة وإنتاج جميع أنواع النسيج وسبل الاستخدام الجيد. وأشارت مسؤولة المرأة في الإقليم السيدة سنايد أفورقي إلى أن الدورة هي مواصلة للجهود الجارية بهدف تطوير قدرات المرأة، مناشدة الدارسات لتحسين حياتهن المعيشية وتأمين مصادر اقتصادهن. ونوهت رئيسة المرأة السيدة تخاتس ميكائيل الدارسات لبذل الجهد ودعم الجهات الحكومية من أجل تحويل المعرفة المكتسبة إلى مصالح اقتصادية ملموسة. وشهدت المناسبة عروض الملابس التي نسجت عبر الدارسات. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ باريس النووية البالستية العابرة للقارات. وأضافت الوزارة في بيان أنه شارك في التدريبات أكثر من 3000 فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل. وجاء الإعلان الروسي عن التدريبات بعد ساعات من وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه خطير. ونددت واشنطن بالإعلان الروسي الذي جاء بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب في أوكرانيا. حذرت الولايات المتحدة بكين من أي رد فعل مبالغ فيه على توقف لرئيسة تايوان تاي إنغ وين في نيويورك خلال توجهها إلى أمريكا الوسطى وفي لوس أنجلوس في طريق عودتها. وأفاد مسؤول أمريكي كبير للصحفيين أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك ذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان. وتعتزم رئيسة تايوان التوجه إلى غواتيمالا وبيليز في رحلة ستتوقف خلالها في الأراضي الأمريكية. يذكر أن بكين تعتبر جزيرة تايوان أرضا صينية لكنها لم تتمكن من توحيدها مع بقية أراضيها. وباسم مبدأ صين واحدة ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد. وكانت قد عبرت عن معارضتها لأي مبادلات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة. عاشت فرنسا على وقع 10 يوم احتجاجي نظمته النقابات ضد قانون رفع سن التقاعد، واتسعت رقعة الاحتجاجات لتعم العديد من المدن الفرنسية وعلى رأسها العاصمة باريس. كما تواصلت الإضرابات لتشمل قطاع السياحة إذ أغلقت رموز باريس السياحية مثل قصر فرساي وبرج إيفل أمام السياح. كما نظمت النقابات إضرابات شملت القطاعات العمالية والتعليمية كافة. في المقابل دعت الحكومة الفرنسية الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف. وأكد بيان للحكومة الفرنسية أن فرنسا ستبقى حصنا ضد ما وصفه بالعنف والمجموعات المتطرفة العنيفة. وقد شهدت المظاهرات ضد إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا صدامات بين الشرطة ومئات المحتجين في ظل تصاعد التوتر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود. الخبر الأخير في هذه النشرة: هبطت كبسولة سويوز MS-22 الروسية الثالثة بعد 3 أشهر من بدء تسريب سائل تبريد للمركبة أثناء الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
وأكدت المركبة الفضائية رحلة العودة التي استغرقت قرابة ساعتين من محطة الفضاء الدولية بدون طاقم، وهبطت في سهول كازاخستان على بعد بضع مئات من الكيلومترات من بايكونور كوزمودروم موقع الإطلاق الفضائي الروسي. وبثت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عملية الهبوط على الإنترنت، وتم اكتشاف تسريب كبير في سائل التبريد في الكبسولة في ديسمبر الماضي نتيجة ثقب بقطر 0.8 ملم في سطحها الخارجي. ختام النشر هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. الاهتمام بالتدريب التطبيقي للدفع بالتنمية. انجراف حوت نافق في وقيرو. مديريات أسمرة تشهد حملة تطعيم ضد داء الكلاب. موسكو تعلن تدريبات بالصواريخ النووية العابرة للقارات. الولايات المتحدة تحذر من رد فعل صيني مبالغ فيه بشأن رئيسة تايوان. وإغلاق برج إيفل، والحكومة الفرنسية تنشر تعزيزات أمنية بسبب الاحتجاجات. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله. يا شباب،